يا مساء الفل عليكم. عاملة معاكم النهاردة قطقوطة. أنا سميتها قطقوطة الصراحة، حسيتها مقطقطة كده وجميلة جدا. دي كنافة بالكريمة، عاملة طعمين طبعا مختلفين. عاملة بكريمة الكريمة البيضة والفراولة، وعاملة معاكم بالكريمة الشوكولاتة. حاجة كده خطيرة جدا، وهنعمل كل حاجة مع بعض خطوة بخطوة، وإن شاء الله تكون سهلة والطريقة تعجبكم. دي اللي هي بالكريمة البيضة والفراولة، مش شرط فراولة، أي فاكهة عندكم حطوها. ودي طبعا بكريمة الشوكولاتة. خطيرة يا جماعة، طعمها تحفة. يلا بينا بقى نشوف عملنا ايه. أنا معايا هنا الكنافة اللي احنا عاملينها مع بعض، الموجودة عندي على البيج بتاعتي. الكنافة متحمرة جاهزة، وبشيلها في الفريزر وبطلعها على الاستعمال على طول. اهو تمام، هفكها كده في بولة بقى، وهنزل عليها بالشربات بتاعي، تقريبا كده نص كوباية شربات. برضو أنا عاملة الشربات ده معاكو وحافظاه في التلاجة، بيقعد معايا طول شهر رمضان. خلاص، هقلب الكنافة تقليبة كويس جدا لحد ما الكنافة تتشرب من الشربات. اهو بس برضو تبقى في نفس الوقت مرملة كده، ما غرقهاش شربات على الآخر. واسيبها بقى على جنب، ونيجي نعمل الكريمة بتاعتنا. نص كوباية كريم شانتيه، على 3 معالق كريم باستري، وزيهم سكر بودرة، ورشة فانيليا، وربع فنجان لبن ساقع. واهم حاجة بقى اللبن، لو في حتة قشطة كده بيغني الطعم وبيخليه حلو جدا. هقلب الكلام ده كويس جدا، وبعد كده بقى هضربه بالمضرب بتاعي لحد ما الحجم يتضاعف كده. خلاص كده الكريمة بتاعتي جاهزة متماسكة اهي. هحطها بقى في الكيس الحلواني بتاعي، وابدأ اشكل بيها الكنافة. لو حسيتي ان هي سيلت منك شوية، حطيها في الفريزر يعني ربع ساعة او 10 دقايق. اهو كده تمام. ما عندكيش كيس حلواني، ممكن كيس تلاجة، وتفتحي فتحة صغيرة وتشتغلي بيه عادي خالص. هاجي بقى هنا للطبق التقديم او البولة اللي هعمل فيها. هحط بقى كده رق كنافة من تحت، وبططه كده كويس، اسويها يعني. اهو احط حبة كده كمان. وهابدأ بقى أحط الكريمة، يعني أحط الكريمة كده عشوائي، مش شرط إن أنا يعني أخلّيها روزيتات، لإن عادي هي كده هنحط طبقة كنافة تاني فمش هتبان. حطينا الكريمة كلّها، أي فاكهة بقى عندِك، فراولة، قطع مانجا، قطع موز، بس طبعًا إحنا عارفين الفراولة دلوقتي موجودة في السوق أكتر. حطيت حبّة كده حلوين، تدّيها طعم حلو جدًا. وشوية بقى سوداني، شوية مكسرات عندِك، حطيهم برضه، ما عندكيش خلاص. أحط طبقة تانية من الكنافة أهو، أوزّعها برضه توزيع كويس كده، بحيث إن هي تغطي الكريمة والفراولة خالص. نيجي بقى للطبقة الأخيرة، وهي طبقة الكريمة، الطبقة اللي من على الوش بقى دي نخلّيها إيه، تدّي شكل كده، ونعمل روزيتات صغنونة كده. هي تقريبًا كانت عايزة تخش الفريزر شوية، فأنا دخّلتها هنا الفريزر بتاع 10 دقايق، وبعد كده رجعت عملتها. خلاص كده خلّصت الشكل كامل، وهاحط من النُص كده يعني شوية فراولة كده إيه، حاجة بسيطة كده تدّيها شكل. أهو تمام كده. خلاص أحطها بقى في التلاجة شوية تسقع كده وتمسك نفسها. نيجي بقى للكريمة الشوكولاتة، نفس الكريمة اللي إحنا عملناها دي، بس هازوّد عليها شوكولاتة خام. هاعمل إيه، هاسيّح الشوكولاتة الأول على حمّام مَيّة أو في الميكروويف، وهاخد معلقة من الكريم شانتيه هاحطها على الشوكولاتة زي ما أنتم شُفتوا كده. ما ينفعش أنزل بالشوكولاتة سايلة كلّها على الكريم شانتيه، الكريمة هتخرّز منّي وهتفصل. خلاص؟ هاجي بقى هنا، دي كوبايات تانية أو كاسات، باقي الكمية معايا. حطيت برضه شوية كنافة، طبقة من الكنافة وطبقة من الكريمة، أهو زي ما أنتم شايفين. أي حاجة ممكن تعملي في كوبايات الشاي العادية خالص عادي، ما تعقديش نفسِك، اللي عندِك اعملي بيه. أهو حطيت طبقة الكريمة، هابدأ بقى أحط طبقة تاني من الكنافة. عايزة بقى في النُص ده تحطي شوكولاتة مبشورة، تحطي موز، لو عندِك موز تحطي براحتك. الحشو ده ليكِ حرية الاختيار. وخلاص خلّصت، هاعمل برضه كده روزيتات بكريمة الشوكولاتة. أهو أي حاجة عندِك، زينيها بسوداني، زينيها بشوكولاتة، أي حاجة عندِك. وده شكلهم النهائي، وكده خلّصنا، وطلعت أحلى قطقوطة في الدنيا، ويا رب تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. لايك وشير لو عجبك الفيديو. باي باي.